علاش السفارة ما تحبش تمدلك فيزا؟ على بالنا السفر أصبح حلم الكثير من الشباب، إما للسياحة ولا الدراسة ولا العمل. إلا أن أولى العقبات للتعرف على العالم الجديد من دول أوروبا وأمريكا هي الحصول على التأشيرة أو بما يسمى الفيزا. راح نمدلكم بعض النصائح المبنية على تجارب واقعية للمواطنين عرب تقدموا للحصول على التأشيرة ودخول دول شنغن أو تلك الخاصة بالولايات المتحدة وتمكنوا من الحصول عليها طبعا. بالطبع هذا ليس ضمانا لك بالموافقة 100%، لكنها ستكون نصائح مفيدة لتوضح لك ماذا يحدث أثناء المقابلة السفارة. أولا، ضرورة وجود تأشيرات سابقة بجواز سفرك. ثانيا، لازم تحوس مليح على الأسئلة الشائعة التي يوجهها الموظفو السفارة لطالبي التأشيرة حتى تقدم إجابات صحيحة عليها. ثالثا، كن صادقا في ردك على موظف السفارة. رابعا، عليك تقديم حالة حسابك البنكي. خامسا، يجب عليك في حالة تم رفضك من قبل أحد السفارات ألا تقدم طلبا آخرا بعدها مباشرة. انتظر مدة لا تقل عن 6 أشهر، ثم قدم أوراقك ثانية مع معالجة أسباب رفضك في المرة السابقة. وانتم قولوا لنا واش هي أسباب اللي تخليكم ما تدوش الفيزا.